يلا بنات، اليوم حنعمل اسبانيش لاتيه. اسبانيش لاتيه الكوفي المفضل عند الجميع، من حلاوته ورقه وطعمه وبارد يسرسح في الجو ده. نبدأ الخطوات. أول حاجة حنجيب إسكافيه بيور، يعني ما يكون 2 في 1 أو 3 في 1. حنحط منها 3 معالق كبار. تمام. حتحط معاهم معلقتين سكر وموية تكون باردة، لكن ما نكتر الموية. حنضرب بالمضرب الكهربائي عشان يدينا الرغوة ويكون سموث كده. تمام. حضرب واضرب واضرب. طبعا كل ما تضربي كل ما يفتح اللون، يمشي على اللون البراون فاتح او اللون البني. تمام. ونحن بنضرب وطبعا أنا هنا كنت بلعب بالمضرب وضربت الكاميرا فبعدل فيها، سوري. يلا ما علينا، المهم اضرب وبادي الرغوة تجمد وتنفش وتحلى وكده. تمام. طبعا خلاص هنا بدأ يلعب المضرب زيادة، فبمسك الكوب بيدي وبضرب. تمام. لين تديني الرغوة تكون صارت جامدة وكده تقلت، فهمتوا؟ المهم ما زلنا مستمرين. لاحظوا اللون بدأ يفتح، فتح مرة، صار حلو ثقيل بعد. نمشي للخطوة الثانية. الخطوة الثانية حنحتاج ايش؟ حنحتاج حليب مكثف، حنحتاج ثلج وحليب سائل فقط. هحط شوية من الحليب المكثف زي ما شايفين، شوية طبعا انت لو حاب ساكر مرة او طايم مرة او مسكر تزيدين في المكثف. تمام. لا ما تبقينه شوي شوي شوي. هحط ايس، طبعا برضو على حسب الكمية، تبقينه بارد وسط كده. أنا صراحة كنت حابة يكون جد بارد بارد لأن الجو مرة حار، فأضفت آيس زيادة شوي. تمام. هأضيف معاه الرغوة اللي هي عملناها الحين، شوفها جامدة كيف. هحط الرغوة وأضيف عليها الحليب. يا سلام يا بنات، ما أقول لكم اللحظة دي، يا ربي، بالذات لما تجي احط تاني شويه كده على الوش عشان تعمل الرغوه اللي بتكون فوق تبع الكوفيهات هذيك، فهمتوني؟ طبعا فاهمين علي صح؟ هنضيف كل الاشياء اللي بالاطراف كده. الاسبانيش بقى جاهز. شوفوا انا هنا بحرك ليكم عشان تشوفوا حجم الرغوه. شوفوا حجم الرغوه قديش، شايفين؟ والطعم خيال، ولا فيه دفع فلوس ولا اي تكلفه.